بص، لو فكرت في يوم تعدي من طريق شارورة بالليل، اسمعني كويس. فيه نصيحة واحدة بس ممكن تنجيك. ما تقفش لأي حد بيشاور لك مهما كان شكله. ولو حسيت ان في حد وراك او سمعت صوت بيناديك، ما تبصش، لان لو التفت هتكون اخر مرة تشوف فيها النور. جنوب السعودية عند حدود مدينة شرورة يمتد طريق قديم. الناس ما بيذكروش اسمه، لكنهم بينادوه طريق الأشباح. طريق مظلم غطته رمال الصحراء من كل ناحية. لو دخلته بالليل نادرا ما بتشوف النور تاني. بيقولوا إن أي حد يدخل فيه بيختفي تماما، بيتبخر، واللي بيطلع منه بيطلع مش طبيعي أبدا، وبيكون في حاجة بتتبعه، حاجة مش من عالمنا. كنت راجع متأخر واضطريت أمشي من الطريق ده. في البداية كان كل شيء عادي، لكن بعد نص ساعة حسيت إني مش لوحدي. حسيت إن في حاجة بتجري ورا العربية. سمعت الصوت بيخربش على الإزازة اللي ورا. استحالة تكون ضوافر بشرية، دي حوافر. أقل شيء يقال إنها حوافر مخلوق ضخم وغريب. فجأة من العدم حرفيا في لمحة لمحت قدامي قافلة جمال كبيرة. في البداية قلت يمكن ده من التعب، يمكن عيني بتتخيل، بس لما ركزت كانت حقيقية بجد. جمال بتتحرك ببطء، وفي رجالة وراها لابسين أبيض. الدم اتجمد في عروقي لما قربت منهم، لأن وجوههم ما كانش فيها أي ملامح، كانت مجرد فراغ، سواد، كأنهم مش بشر. رفعت النور العالي عليهم عشان أتأكد من اللي شايفه بعيني، وفي اللحظة دي اختفوا في الهوا. ما بقاش في أي حاجة، لا جمل ولا راجل ولا حتى أثر. قدامي كانت واقفة ست لابسة اسود كله، حتى طرحتها سودة ومتوسخة قوي، نازلة لحد الأرض. شعرها كان مبعثر وبيغطي نص وشها، لكن الجزء اللي باين كان شاحب زي الميتين. وعينها غائرة سودة كأنها حفرة فاضية. ايديها ضعيفة ونحيفة، صوابعها طويلة بطريقة مش طبيعية زي مخالب ناشفة. وقفت فجأة في نص الطريق، والهوا لف طرحتها كأنها بتتحرك لوحدها. بس الغريب، الطريق كان فاضي، مفيش أي حد. أنا فضلت ثابت مكاني، قلبي بيدق بسرعة، والعربية بتتهز من الخوف اللي فيا. وأنا ببص في المراية شفتها قاعدة ورايا، وشها قريب جدا، ملامحها مش واضحة غير ابتسامة مش طبيعية، ابتسامة واسعة قوي، وعينيها الحمرة بتلمع في الضلمة. حسيت نفسها البارد بيلمس رقبتي، وكأنها بتهمس حاجة مش مفهومة، صوت زي صفير الريح لكن جوه وداني. وقتها اتذكرت كلام أهل البلد. الطريق ده كان زمان مقبرة لقبيلة كاملة، بيقولوا إن أرواحهم لسه محبوسة هنا بعد ما تم ذبحهم على يد قبيلة تانية. أرواحهم بتنتظر أي غريب يعدي علشان يلاقوا جسد يلبسوه. وفجأة حسيت بخطوات حواليا، خطوات كتير، كأن في عشرات الناس ماشية جنبي لكن مش شايفهم. الأصوات ابتدت تعلى، ناس بتنادي عليا باسمي أنا. صوت راجل عجوز، وصوت ست بتولول، وأطفال بيضحكوا ضحكة مخيفة، وصوتهم كأنهم ماشيين فعلا وعلى قيد الحياة، وفي تراب كثيف. كان حرفيا في جمال هنا ماشية وناس، وكلهم بينادوا محمد. ساعتها حسيت إن الضلمة بتتقفل عليا، كأن الطريق بقى قبر وأنا محبوس معاهم. آخر مكالمة ليا صوتي كان بيتقطع وأنا بصرخ بخوف. في حد ماشي جنبي، مش لوحدي. كنت ماسك الموبايل بإيد مرعوشة، والعرق مغرق وشي. نفسي بيتسارع لدرجة حسيت صدري بيتخرم. كنت سامع صوت خطوات جنب العربية، خطوات بطيئة تقيلة كأنها سلاسل بتتجر على الأرض. كل مرة أزود السرعة الخطوات تزيد معايا، كأنه بيسابقني، كأن اللي ماشي جنبي مش بيجري، لأ هو بيتواجد معايا في كل لحظة، في كل مكان. بصيت بسرعة ناحية الشباك، مفيش حد، لكن في المراية الجانبية لمحت ظل أسود طويل ماشي موازي ليا. ظل ملوش ملامح،
بس راسه مرفوعة ناحيتي كأنه بيبص جوه عيني. الأصوات اللي بتناديني زادت، بقت حواليا من كل الاتجاهات. واحد بيضحك ضحكة مكتومة، والتاني بيصرخ صرخة عالية، وصوت ست كبيرة بتهمس: إحنا مش سايبينك. إيدي ارتجفت لدرجة الموبايل وقع مني على الكرسي، وقبل ما ألحق أمد إيدي أجيبه لقيت الشاشة نورت لوحدها. اسم المتصل كان أنا، رقمي أنا هو اللي بيكلمني، والموبايل بيرن بنغمة ما عمري ما حطيتها. قلبي وقع، حسيت إني بفقد وعي، وبمجرد ما فتحت الخط سمعت صوتي أنا، نفس صوتي بنفس التنهيدة اللي كنت لسه واخدها، وهو بيقول: انت خلاص مش لوحدك. وبعدها كل حاجة اختفت. الطريق بقى فاضي تماما، الأصوات سكتت، الست السودة مش موجودة، حتى المرايات مش عكس حاجة غير الضلمة. لكن الغريب إن الموبايل لسه ماسك مكالمة، والصوت على الطرف التاني بيتنفس نفس أنفاسي أنا، بنفس الإيقاع، وكأنه نسخة مني قاعدة ورايا. في آخر لحظة وأنا ببص في المراية شفته، راجل واقف ورايا، نص وشه متفحم ومحروق، والجزء التاني متآكل زي اللحم الدايب. عينه الشمال مولعة نار حقيقية، كأنها طالعة من جوه جمجمته، بتنور الضلمة حواليا. ابتسم ابتسامة مش طبيعية، ابتسامة وجعها أكبر من رعبها. الهوا جوه العربية اتغير، بقى تقيل كأني بتنفس تراب مقابر، والبرد مسك إيدي لدرجة حسيت عظامي بتتجمد. صوته جه من ورايا، صوت أجش مش إنساني، كأنه طلع من قبر: انت شفتني خلاص ومش هتعرف تنسى. عينيا اتسمرت في المراية، لكن وشي مش باين، كان باين وشه هو، الوش المحروق، وكأنه خد مكاني. حاولت أصرخ، مفيش صوت، حاولت أرمش، مفيش حركة، كأن المراية مش بتعكسني، بتعكس هو بس. ومن اللحظة دي حياتي ما رجعتش زي ما كانت. كل ما أبص في أي مراية ألاقيه ورايا، كل ما أقفل عيني وأحاول أنام أشوف عينه الحمراء مولعة في الضلمة. بيقولوا طريق شرورة بالليل مش طريق عادي، بيقولوا إن اللي بيشوف الراجل المحروق عمره ما بيرجع طبيعي تاني. ولو هتمشي من طريق شرورة بالليل اوعى تبص وراك. اللي سمعته مش مجرد قصة، دي حكايات ناس حقيقية، ولسه في أسرار أظلم وأخطر مستنياك. اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان تفضل معانا في ملف 666. وافتكر، اللي جاي ممكن يخليك تفكر 1000 مرة قبل ما تطفي النور.